السلام عليكم. النهارده مفيش مقدمه لان اصلا مفيش حاجه انا بقدمها دلوقتي. مش كل الناس عايشه في شوارع غريبه او شوارع مرعبه او متخلفه زي ما انا عايش، فحبيت اشاركك التجربه دي واقول لك انا ليه الشارع بتاعي متخلف او الشارع بتاعي غريب بجد. اقسم بالله مش انا اللي صعب الفيديو، الشارع ده ابن يا عم ليك بتتكلم عن الشارع بتاعك لان انا متاكد ان الشارع بتاعي مفيش حد ممكن يبقى عايش فيه زيي اصلا. كل المعلومات اللي هقولها عن اي شخصيه ده مش الاسم الحقيقي ليها، ان انا محدش يديني واروح مثلا يا ابني ما في مايك هنا يا ابني. الو اقعد ساكت. في صوت؟ ايه اللي فيه صوت؟ انت عبيط. كان عادي. طب اقعدوا ساكتين يا باشا. بص هو انا منتر على ولا ايه وحبيت ان انا ابقى ذو محتوى. ليه كله بيقدم محتوى وانا ما بقدمش محتوى؟ ليه كله بيعمل محتوى وانا ما بعملش محتوى؟ ليه انا بشتغل مع ناس بتعمل محتوى وانا ما بعملش محتوى؟ لا يا باشا انا اولى، انا منتر جامد يعني. بص في نار اهي، نار براحتي، انا المونتير. انت تقول لي انا اعرفك عشان اتكلم عن حياتك، اقول لك وانت كنت اتكلم عن حياتي. انت عايزك اطلع بره. في عاده في الشارع عندنا كنا واحنا في رمضان بعد صلاه الفجر على طول بنقعد نرازي في اي حد قدامنا. يعني مثلا في ميكروباص معدي تقوم جاي شاتمه، ده اقل حاجه. عندنا واحد صاحبنا انا مش هذكر اسماء حقيقيه في الحلقه دي، اسمه ولا اقول اسمه الحقيقي دلوقتي، ايمن بغبغ ده. واحنا قاعدين احنا كنا هو واد صغير واحنا بنخليه يقوم جاي هو يعمل لنا الوظائف اللي احنا مش عارفين نعملها. دلوقتي احنا اشترينا بيضه، البيضه كانت بجنيه يا جماعه، بيضه ونحدفها على شيء عامه. ممكن نحدفها على راجل معدي، ممكن بعربيه، وده اللي حصل بقى للاسف. حدفنا على عربيه لونها احمر كانت ماشيه واقفه في الشارع، يعني طلع ساكن في الشارع احنا كناش نعرف، ونزل من العربيه زي المكروم كده، ساب العربيه راكنه في نص الشارع ونزل يجري ورانا كلنا. احنا كنا حوالي 11 واحد قاعدين بنجري. يا اسطى لا يا اسطى انت مش فاكر يا اسطى قلت لي قلنا احسن يركن وبتاع، فرجعنا جري على طول في شارع جانبي، في الشارع الرئيسي ده واقفين بقى وبنقول خلاص الحمد لله ما جاش ومش عارف ايه. لقيناه يا اسطى جاي من دوران هارون رشيد لو تفتكر، قام جاي مخمس، والله العظيم فاكر، خمس جنبي خلاص كان هيجي حد منهم بيخمس، قام جاي نازل منها واحنا طلعنا نفلق وهو بيجري ورانا بيقول لك انتوا فاكريني عجوز ده رياضي. انت حظك حلو جريت في الشارع اللي هو بتاع بيت بولس يا ابني كنت بجري انا وانت. لا والله كنت بجري انا وانت. ما هقول لك ايه اللي حصل، اتقابلنا ازاي وجينا مع بعض ازاي. مش فاهم انت حاطط المايك في اللي بيتكلم. يعني انا جريت في الشارع اللي بعد حاره بولس، تمام؟ دخلت فيها انا واحلى حد جنبي بس مش فاكره بصراحه. انا وبغبغ والله اقول احا، ما بيش حد يقول له احا. ادخل في الكومنتات تقول لي ما تقوليش احا اسمه. هو بيجي هو متارجت احا، هو شايفه اصلا بجد يعني، هو حسيته خلاص هيجي بس هو كمل ورا احا. انت انا اول ما طلعت الشارع انت بقى كنت لفيت من الحته بتاعت بوليس دي انت ساحبني واحا كمل طريقي والراجل وراه. انا عملت كل ده. اتقابلنا بقى رحنا على طول قلنا نعمل ايه، نطلع بيت بوليس. لقينا الرجاله كلها فوق مخيمه فوق. قلت لك ميدان التحرير 2012 الرجاله كلها فوق عامله كل واحد راكب خيمه. الراجل لقينا بقى الراجل جاي طبعا ماسكه في الشارع عمال يضربه. عربيه حمراء ولحد دلوقتي لحد دلوقتي ما بنضفهاش لحد دلوقتي. والله العظيم تبقى ماشي تلاقي حته البيضه المنتنه وهي على العربيه، اقسم بالله ما نضفهاش لحد دلوقتي. لا ما اعرفش، ما احنا عندنا كتير يا ابني احنا كان بقالنا 5 سنين ما بينضفهاش، مش فاكر فتره كبيره بعدها فعلا ما نضفهاش. 5 سنين ولا حاجه بجد. ماشي بس ده كتير قوي، انت بتتكلم من ايام مامتك كانت بجنيه. والمعلم ده انا وهو بنجري يظهر بعدين يا عم روح شوف حد كان ماشي ورا واحد في الوش، يعني هو في واحد بيجري وفي واحد ماشي وراه. المشكله ان الكاميرا بتديش رياكشن عامله كده. انا وانت كنا بنجري ومره واحده اح جري في وشنا والراجل بيجري وراه وانا مسكت ايدك وقفنا. دي انا فاكرها بالظبط. الراجل انا سامع خطوات الراجل لازقه فيا. ما هو رياضي بقى. بجد بتوجع يا بنت العبيطه، بتزق اصلا بتاع اصلا زق يا ابني يا عم فكك منها مش هتزق حاجه. مش اهو كمل. بنبص تحت بنشوف الدنيا، يعني لقينا مصطفى احح اتمسك والراجل ماسكه قاعد بيلطش له، يعني بجد قاعد بيلطش له، يقول له انا مش هسيبك غير لما تجيب ابوك. يقول له انا عملت ايه يا عم، انا عملت ايه؟ ويقوم جاي متاخد بالقلم اوعى تساكت وبتاع. جه واحد معدي في الشارع قال له هو عمل ايه بس؟ قال له ده انا فاتح حفده في بيضه. قال له طب انا اخوك كبير، طبعا بيبريتند ان اخوك كبير عشان ينقذه من الموقف. بس مصطفى احح ما يعرفوش الراجل ده سادي. وقام جاي ماسكه قام جاي له انت عملت كده، وقام جاي مديله بالقلم اللي هو يا ابني انا مصطفى احح بيقول له انا عملت ايه ده انت ما تعرفنيش. قام جاي ماسكه مديله بالقلم تاني اقعد ساكت انا اخوك كبير، اي كلام طبعا عشان يطلع الرغبه الساديه بتاعته انه يطلعها على مصطفى احح. ده اقسم بالله ده بالنسبه لنا تسخين يعني. ده يوم عادي جدا. احنا عندنا واحد في الشارع اتعمى مره واحده، انت كنا قاعد معاه اتعمى ورجع تاني، يعني بقى يشوف تاني واتعمى تاني، وده في خلال يوم، يعني في خلال مش يعني كل الاحداث دي في خلال 3 ايام. انا عملت قلب بيت. عندنا في راجل اسمه عم باجي، ابسط خليتك حاجه غاليه. جه عم باجي ده مره واحده جاله زهايمر، نسي ولاده وبقى يمشي في الشارع مش عارف هو مين ولا عارف الناس دي مين ولا عارف اي حاجه مين. بتعمل ايه يا بتعمل ايه؟ بعدين مره واحده مين دول، مين ولاده مش عارفهم ومراته مش
عارفهم. على فكره كل ده في كورنر، الكورنر ده انا هزوره دلوقتي يعني، الكورنر ده انا يعني عايز اوريكم الشارع برضه تبقى انت معايا في دماغك كده. ولاده بيجوا له يقولوا له يا بابا، يقول لهم انت مين يا ابني جاي سايبه وماشي يعني ده الف ب شارعنا. ومره واحده يعني ربنا عطاه الذاكره تاني، قال لهم ايه ده انتوا كل ده فين؟ فقالوا له كنت فين؟ قال لهم كنت اجيب سجاير. والله العظيم. قال لهم كنت اجيب سجاير. ان الولد بيتجنن قاعد مستشفى مجانين قاعد سنه باين. ما ايوه ده الموقف. رجع لهم كنت بشتغل في القاهره. اي كلام، هو اتخرج على دماغه. ابن عم باجي كلهم بما فيهم في حد عمل فيهم حاجه، معلش انا ما خدتش بريميشن منهم وهيتفاجئوا هم اصلا معهمش تليفونات. عم باجي ابنه الصغير مره واحده لقيت اخويا طالع من البيت بيقول لي ايه ده، بص يا محمد خلي بالك. قلت له ليه؟ قال لي ده اتجنن. قلت له اتجنن مين يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ قال لي بص ما تبصلوش. فقلت ماشي. انا نسيت المعلومه دي للاسف، كنت رايح الشغل في يوم من الايام وبمشي في نفس الكورنر ابني اللي انا مصوره قبل اصلا تدخله تاني احطه تاني. بعديها انا ماشي فبقول له يا بيتر عامل ايه؟ ما ردش عليا وبص لي اقسم بالله نظره مرعبه ومبرق لي لحد اخر الشارع، والله لحد اخر الشارع. اخر الشارع عندنا طويل يعني، انا لحد اخر الشارع وباصص لي، فالموضوع مرعب فشخ. ما تحطش نفسك في الشارع ده يعني، لو جه في يوم من الايام ما تشتريش في الشارع ابني. لو انت من اهالي طنطا يعني، حال اهالي طنطا اخواتي، لو انت بتتفرج على الفيديو ده من طنطا ولا حاجه يعني، بس انا بحبك. لو انت من طنطا دوس لايك وسبسكرايب، ولو انت من القاهره دوس لايك وسبسكرايب واعمل كومنت عقاب ليك عشان انت من القاهره. لو انت من اسكندريه شوف حد منشن توماس تعالى يا اخويا توماس شوف حد ملخص. عمال ارن عليكم وترد يا عم. يا ابني هو شوف حد يصور بالموبايل. احنا عندنا في الشارع واحد اسمه فودكا، دي معلومه عابره يعني. ده الشارع ده بقى المين كاركتر بتاعنا، ده البنك المركزي بتاع الشارع الوسعاي. في مكان زي ما انت شايف كده اسمه مكتبه الاسكندريه. طبعا لما المكان ده اتعمل ده كان اسعد حاجه في الحياه. ده كان يا جماعه بيعمل اندومي ب 5 جنيه، كان بيعمل اندومي ب 2 جنيه ونص زمان قوي بقى. احنا على القديمه. انا قدامك ده رابعه كليه بس يعني مش باين عليا شكل طفل بس ما علينا. انا من طنطا، بس مكتبه الاسكندريه بقى كانت عندنا احنا، دي الاصليه. توماس الفيديو ده هيضحك توماس. كنا بنجيب البيض اللي احنا بنحدفهم هناك، كنا بنجيب الكياس اللي بنحبيها ميه ونحدفها هناك. انت كده يا ابني. حدفنا بنحدف ايس كريم هناك، خد بالك لو الفيديو ده وصل لك. بحبك مش قوي يعني. اتعب كده فيا والله ولا خليت اتجوز اهو، والله ما بهزر، والله ما بهزر. على فكرة بجد يا بس مش محمود. هينفع الموسم بتاعها جاب لها ده. الموسم بتاعها هتروح الدوري الانجليزي يعني ولا؟ والله ما حد عايز ذكر غيره. رد عليها وبيع اكسب فلوس. اصل بص لقيته واقف ازاي قلت بقى والله قاعد يا جدعان مرقب من ورا الكاميرا. مره واحده مكتبه الاسكندريه دي كان الملك الاساسي بتاعها، انا مش هقول اسمه، الملك الاساسي ده اجرها لحد انا في الشارع، لكن ليه كل الاحترام عشان ما يدقرنيش. بحبك ومش هقول اسمه. فالراجل ده الراجل ده اول وحش ماركتنج انا قابلته في حياتي. الراجل ده اللي اتعلمت منه ماركتنج، هو اللي علمني المونتاج. الراجل ده هو اللي علمني كل حاجه من الاخر. الماركتنج كان هو بيجيب شيء جديد في المحل، كان بيقعد يقول لك الشيء ده اخطر حاجه في الدنيا بجنيه، وكنت بتشتريه فعلا يعني كان بيبقى خطير. في واحد اشترى منه دومي وحصل خلاف مش عارف هو بناء على ايه، لان انا كنت واقف بعيد لقيت مره واحده خدت عنه ستيريوتايب. اصلا اللعب خدت عنه ستيريوتايب طول حياته. امجد بيقول عليك ستيريوتايب. انا اقول اسمه ده عادي، ده اسمه اشرف. مره واحده تقريبا اختلف على توابل الاندومي مع المالك بتاع المكان، هنسميه المالك، والراجل التاني هنسميه محمد درويش. محمد درويش هو المستأجر من المالك بتاع مكتبة الاسكندرية اللي بيدور حواليها حياتنا كلها. الراجل ده ابو واحد صاحبنا حسام محمد درويش. اعمل محضر، انا ما جبتش سيرتك، انا قلت حسام محمد درويش. انت حسام محمد درويش. حسام ده عامه ده من الاشخاص اللي لو انت بيبقى على حسب اسلوبك يعني، قلت له ايه يالا يا ابني يقوم قال لك ايه يالا، قلت له ايه يالا يا ابني يقول لك ايه يالا. هو بيبقى على حسب الاسلوب اللي انت بتكلمه بيه. انا بحبك يا حوس. ايوه يا حوس، ده كده خلاص بقى اشتموا براحتك. حسام محمد درويش ومحمد درويش المالك، كل دول هيبقوا قدامكم في حاجه زي شجره عائله كده انا هعملها يعني. محمد درويش اختلف مع اشرف، انا مش عارف هم اختلفوا في ايه، بس هم اختلفوا في حاجه اكيد قويه فشخ، لدرجه ان اشرف يقول لمحمد درويش انا هقتلك يا محمد يا درويش. ده بقى يالا ولا ايه؟ واشرف صغير جدا تمام يعني، مقارنه بمحمد درويش ده راجل عظيم. لقينا اشرف جاب ازازه جاي كسر دي، هقتلك يا محمد درويش، داخل بيقتله بجد. الراجل اللي هو البوس بتاع الشارع اللي مش هينفع اذكر اسمه، انا تعبت من الحوار مش عايز اذكر اسمه ده. ده بجد بقى. ده بجد. فجه البوس نزل قال له انت اهبل يا اشرف. اشرف طبعا يعني خاف يعني، لو مكان اشرف
صور الفيديو ده طبعا. جه البوس فطلع تاني اشرف طبعا ما نسيش الضغينه، قال له انا هقتلك يا محمد يا درويش. صاحبنا حسام محمد درويش نازل، انتوا في ايه الحكايه اللي مع ابويا؟ وبيزعق وبيشتم وبيلعن وبيسب بعدها جه بقى الراجل المالك بيقول له انت في ايه؟ قال له انا ابويا فين؟ قام جاي الملك اداله بالقلم قال له اطلع فوق، قال له حاضر. قام جاي طالع تاني. سلكت الكهرباء طيب ليه يعني؟ ام الكهرباء انت استلكتها وانت نازل باسانسير، طالع بالاسانسير. وبعديها نزل البوس تاني واداله بالاقلام وقال له انا مش قلت لك يا ابني؟ اشرف راح بس راس محمد درويش والدنيا ما حصلش اي حاجه. اشرف راح اشترى من درويش يوم تاني عادي جدا يعني. الشارع عندنا ده الف ب شارع. كان عندنا بنعمل حرب بلالين، نقعد نرش بعض. ومره واحد ما كانش لابس لما ترش عليه الميه مسكت في مش صاحبي بصراحه، بس انا حبيت اقول الموضوع خاصه مع في الشارع بتاعنا. اخو الولد اللي اتجنن مره واحده خاصه مع محمد درويش. مش هينفع محمد درويش هيتضايق. محمد درويش مسكه عجنه. محمد درويش نهى ما ينفعش. بس كانت اخويا الراجل ابويا مسك عجنه نهى. بجد؟ طب استقلعها استنى هتجيبها. بدك تعمل لي معايا ده. هي الحته دي بس اللي باينه، فاهم يعني؟ كل ده مش باين. والنهارده جبت لكم استاذ مصطفى امجد بعد اقناع كتير. هو ده الراجل معانا في الشارع وشاهد على كل كلمه انا قلتها. الحقيقه ده حوار محمد درويش. حوار محمد درويش كانش حقيقي طبعا. تاج راس هو طبعا فشخ بس اكتر من كده يعني. ما وفرتش. ما اتعمقتش في الفشخ انا. شوت طبعا في موقف ما كانش ينفع ما احكيهاش مع مصطفى امجد، لازم تتحكي مع مصطفى امجد. الراجل ده كان موجود في كل القصص اللي انا حكيتها. قلت اشرف عادي. اشرف ما عدا اشرف انا اللي حكيته له، ممكن ابقى اكذب. عايزين بقى نتكلم عن الحلاق بتاع الشارع بتاعنا. يا ابني لا الراجل ده انا بحب الحلاق بتاع الشارع بتاعنا. على فكره انا اللي عملت لك في الكومنت يعني، انا اللي قلت لك عليه. ما كنتش بحلق عند الحلاق، كنت بحلق عند حلاق بياخد كتير جدا لحد ما اكتشفت ان عندنا ايقونه غير مكتشفه. الحلاق بتاعنا هو بس في شويه يعني ثغرات وجلتشات عندنا. اقول اسمه ولا لا؟ طيب عم عابد يا جدعان، وهقول اللوكيشن بتاعه وتروحوا تحلقوا عنده بجد. قولوا من طرف او ما تقولوش من طرف. ما تقولش من مش محتاج طرف. اصلا. هو بجد هيظبطك والله. من غير اي حاجه. ب 50 جنيه الحلقه والله يا جدعان. مين بيحلق ب 50 جنيه دلوقتي؟ انا شايفك اللي في الكومنت هتقول لي بحلق ب 20 جنيه. والله لا الراجل الكومنت اللي بيحلق ب 20 جنيه ده اكيد الحلاق ما بيحلقلوش بس. فايه رايك في عم عابد كحلاق بعيدا انه بني ادم؟ ايه رايك في عم حلاق الحلاق؟ عم عابد الحلاق مش عم عابد البني ادم. عم عابد الحلاق. عم عابد الحلاق مش البني ادم بصراحه راجل بياخد 50 جنيه. عايز اكتر من كده. ايه رايك في عم عابد البني ادم مش الحلاق؟ الحكمه هو دراسه الحكمه. طب بقول لك اقسم بالله صوته هو بيبقى طبعا واقف وراك صوته زي ستيريو في دماغك كده قصه الانبياء. مثلا الريفيرب عم عابد الريفيرب والله. حاول تجيب الصوت اللي بتحطه في الفيديو اللي احنا نقصده. اروح احلق واعمل ريكورد. بس مش محتاج حاجه ثانيه. مش هتجيبني تاني، هتبقى اخر حلقه. حلقه تاني بقى الحلقه الجايه. انا عايز اتكلم في حاجه. عم عابد بيحب يريح اي حد. دي نقطه احنا بنختلف فيها جدا. انا في موقف احكيه لك بقى بعيد عن الكاميرا. عم عابد جه في مره موضوع الزباله يا عم حكيت لي كده صح؟ لا حاجه ثانيه كمان بقول لك خارب موضوع فكروني. جه مره واحده بيتر جاله. يا نهار ابيض. انت ما حكيتلكش بجد؟ لا كنت لابن البوس. شوت ابن البوس. بيتر جاله اللي هو الولد اللي اتجنن يا جماعه. انا لو ما قلتش اسمه في الاول فهو اسمه بيتر كده مش هيعمل حاجه. هو كده مجنون مش فضيله. هو كده مش فضيله. عم عابد لقيت مره واحده انا كنت ناسي انه اتجنن وانا قاعد عند عم عابد مستني دوري. لقيت مره واحده برفع راسي لقيته باصص الرعب. بعدين بقول له يا بيتر عامل ايه عشان ما يضربنيش طبعا. فاهم؟ عارف المشكله انا مع مجنون حارتنا بجد بقى. بجد في مجنون حرفيا مجنون. لينا مجانين حارتنا مش مجنون حارتنا. عارف لو تعرف تجيب صورته بس طالما تجيب دي معايا صور لبيتر هحطها لكم. مش هيعمل حاجه. لا ممكن حد يقول له طب ما انت ممكن حد من اعدائي يقول له اعمل فيه قضيه ولا حاجه. طبعا انا بعشق وزاره الداخليه. وانا كمان شوت اوت وزاره الداخليه. اي حد امين مرزوق. اي حد ممكن يزعلك اديله شوت اوت. شوت اوت ابويا بيقول لي ازيك يا محمد عامل ايه؟ ايوه تحسه مش كده عايز ايه؟ اقلده دلوقتي. يا ابني اقعدوا ساكتين بقى. محمد عامل ايه؟ فانا قلت له انت بيتر عامل ايه؟ انت كنت فين؟ وانا عارف انه في العباسيه يعني كان بيتكهرب هناك. وبيقول لي انا كنت شغال هناك في القاهره سنه. شغال بتشتغل نفسك. كان شغال نفسك. بعدين دخل بيقول لي عم عابد انا عايز احلق. عم عابد قال له انا هقفل. والساعه كانت 8 اصلا. عم عابد لسه بادع دلوقتي. دي الذروه بتاعت عم عابد. جاي بيقول له انا قال له ليه كده بس ليه كده يا عم عابد تقفل؟ قال له انا الراجل ده احلق وهروح اكل. فانا بقى بحلق يعني بعد ما نالني الشرف يعني وقاعد على كرسي عم عابد الاقي بيتر داخل تاني بيقول له انا عايز احلق عم عابد. تقريبا ضرب زهايمر من ابوه بقى. تقريبا يا اسطى الشارع كله بيدور حوالين العيله دي.
هم افكتد الشارع بتاعنا، افكتد طنطا، افكتد مصر. حتى نروح القاهره ده بيحترف بره. لقيته بيقول له انا مش قلت لك يا ابني تعالى كمان شويه؟ قال له بجد ماشي يا عم عابد. قام جاي سايبه وماشي. عم عابد قال لي شفت السهتنه يا اسطى عليه والله العظيم يا ابني دي يقلقك. سهتنه جديده اكتر من بتاع يا ابني. زمان. ما بيتكلم. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله ان انا ما بقتش بشوفه. يا ابني هو كده خلاص بدا الجديد. هو ما هو عم عابد قال لي كلمه دي تتحط في قاموس نخبه العالم. اللي بيتكهرب كتير بيسهتن كتير. انا كده الحكمه يا جدعان، الحكمه هو ده راس الحكمه. اللي بيتكهرب كتير بيسهتن كتير. هي دي الحاجه اللي عم عابد هيورثها لنا. على فكره عم عابد ابوه كان حلاق برضه، فهو بجد واخد الموهبه وعبر عن جد. ده حاجه حقيقيه. بجد هو يعني بجد كحلاقه. ابوه باباه حاج. عشان عم عابد ما يزعلش، استنى بس. وعم عابد كحلاقه بجد، لا راجل جامد والله أصلاً. 10/10 بجد. وكان باباه برضه بيحلق لابوه. هو بس عنده مشكله واحده بس. انت مثلا لو انت عندك دقن مثلا، ده انت لو جبت يعني بيحلق جزء وبعدين يقول لك اشيله ولا ما اشيلش. انا واحد عنده صلع وراثي اهو داري لقدام تمام، فبيجي هو بيشيل الدروع دي وبيسيبني اهطل في الشارع. عايزك تتكلم عن اكتر بني ادم خلوق محترم ومجد في عمله ومجد في حياته كلها، الاستاذ نني. يا نهار ابيض. الناس كلها فرعت بره. طب والله كنا نعدي عليه نجيبه عشان انا كنت نتكلم عليه يبقى هو كنا موجود. قاعدين تحت بيته. والله كنا قاعدين تحت بيته بنقول عايزين نجيبه ويجي يصور معانا الحلقه ده. نني ده بني ادم انتوا مش عارفينه ومش موجود في الحلقه، مش موجود ورا الكاميرا. ده الراجل ده كان التريبل بتاعنا. يعني كنت انا 1 2 يا حبيبي. كنا بننزل حتى الوقفه كان الناس تقول لنا بالله عليكم انزلوا معانا، نقول لهم لا هو النني نجيبه هو الثالث بتاعنا. كان احنا مسمى هو النني اصلا مش اسمه. طبعا احنا مش هنتحبس. صح. هو مش انت على فكرة راجل فاهم قانون. مش انت فاهم قانون. هو حقوق، فهو خليه بقى هو فاهم قانون. استنى حوار ان هو شال ماده. الحوار ده جامد. لا مش هينفع هو الناس صحابنا عارفينه بتعمل انت بيصلي تسجد ده ولا ايه؟ انت اهطل يا اسطى ما انت باين. مين التريو بتاعك؟ يا ابني ما تعدي عادي يا اسطى. سفيه. تعال ندخل الراجل ده معانا. لا ده ليه حلقه لوحدها. عبد كده يقعد يهوى علينا. هو يا ابن البيت يا ابني اهدى عشان بيطلع بره الكادر. بجد مش والله. مشكله. يا اسطى اقعد يا اسطى. انا عارف كده. يا ابني اقعد. ايه رايك فيه؟ بجد ولا فيديو؟ ايه رايك؟ لا باللي انت شايفه وجهه نظر. وجهه نظري يعني ربنا يعينه على المهلبيه اللي في دماغه. ده بجد على فكره مش فيديو. انا واستاذ امجد واستاذ النني عشان ما اعرف هو اكيد دايما هو بيطلع عننا هيبقى حصل. جه والله اعداء لينا اخصام ما بنحبش نذكر اسمائهم. ما بلاش ده. انت ليه؟ لا الواقف ده ما حصلش بقى. تدخلوا فيما لا يعنيه. يعني حرفيا دخلوا. كنا قاعدين مستنيين الاستاذ ده فتح علينا باب جهنم وهو قاعد ما نزلش في وقتها. وكان في واحد عليه فلوس بس هو دفعها ماشي. ده امال بتسيبه ليه؟ لو واحد عليه فلوس اقولها بجد. وقتها الاسانسير ببصمه، الموضوع كان سيء جدا، كان جديد الحوار ده. فكنا طلعنا بالبصمه وطلعت وتمام وخلاص. انا بخبط عليه اتفاجئ فشخ ان هو انا في وشه لان انا اتصرفت يعني وقتها. بس قبل ما ندخل الاسانسير بقى احنا شتمنا ناس ما لا يعنينا برضه. قلنا لهم امكم ما كانش ينفع طبعا. مش عارف اكمل ولا اقول ايه. بس قاعد مؤدب. انت ممكن بص يعني احكي ان هو حصل للنني. ممكن نجيبه في النني بقى. مش انت مش قاعد معانا؟ تعالى اثبت بقى. طب بقول لك ما كفايه يعني ممكن نعمل موقف لحد هنا. ما انا لو لقيت الحلقه دي جابت تفاعل هحكي موقف النني وهحكي موقف الكيس. يا رب ما تشوفش ده. موقف ينفع نحكي موقف الكيس ده على النت هيبقى في ستوري عادي. اما اكمل 2000 فولور على الانستا هحكي موقف الكيس. فاضل لك كم ايه؟ فاضل لك كم واحد؟ ناقص لي 700 تقريبا. يا عم لو كملت 2000 فولور هحكي موقف الكيس. الماده لا الماده شاده. ده لازم 10000 فولور مثلا. ده اقوى موقف ممكن احكيه في حياتي. ده ممكن اعمل له حلقه بجد. توب سيكريت حرفيا. هو اصلا يعني هو من الناس اللي هيديني بان للصفحه عشان كل ما تقفل تقرب من العدد ما كملنا. احنا العيد اللي فات للاسف اسفين ما نزلناش مع النني، كنا احنا الاثنين بس. على فكره بجد والله يا معلومه احنا بنحب النني للاسف. عارف انت الحب حب التوكسيك اللي هو انت ليه بتحب البنت اللي بتفشخك. احنا بنحب النني عشان لا انت بتعمل ايه؟ احنا بنحب النني عامه يعني مش عشان بيفشخنا بنحبه بس. هو انت من النوع ده اللي هو انت في حب توكسيك في حياتك. انت اكيد في حد في حياتك فشخ. اكيد انت افتكرت النني. في حد اكيد في حياتك بيبقى فشخك. في بنت بتبقى مطلعه
تكتكاتك يعني، وبتزعلك وبتقعد ما بتهتمش وبتشتمك وما بتصدق تتخاصم معاك وتتخانق معاك وانت زي الحمار ماشي وراه. يا ابني سيب البت دي، اعتبره اشاره. احنا بقى مع نني كده، انا مش معتبرها اشاره بصراحه، ومش هبطل مكملين في احبك. الحوار ده يعني. مش هبطل احبك يا نني. مظلوم في حبك يا مين. انت هتلاقي مدريح كده عملت كده ما قلتش حاجه ورجعت تاني. طب انت ايه رايك ان احنا ما نزلناش مع نني العيد اللي فات؟ هو انت كل ما تنزلها تقول لي انت ايه رايك؟ نزل معانا واحد فيك اسمه ابو سليم، عادي اقول اسمه عادي عشان ورا انا الكاميرا، ممدد هنا. عشان هو مش النني مهما عملت. بنحاول ندور لبديل النني ومش لاقيين، بندور عليه في لاقيين. الناس كلها، بندور في البنات، في الستات. فاهم الستات. انت تعرفش الفرق؟ في فرق. لا بالله عليك ما تطلعش السن. ما تطلعش كده. كنا انا وامجد والتالت الفيك بتاعنا ابو سليم اللي هو مش هيبقى النني، انت مش هيبقى النني. لقينا هو النني عامل لي بلوك بس هو مش عامل له بلوك يعني يعني. بيحبني مش قوي بس يعني مفيش حظ ليه في الدنيا بقى بعديها. طب استنى احكي عشان انت خلاص الانترفيو بتاعك هم اتخانقوا. يعني هم كانوا على القهوه مزنوق بص للكاميرا، في بص المذاكرة للكاميرا. وبتاع. محرج. كنت بذاكر فما نزلتش معاهم اليوم ده، اليوم اللي ما نزلتش معاكم فيه بوظ علاقتنا مع النني. المهم هو والنني كانوا قاعدين هم واصحابهم وبتاع، لكن المشكله في ايه بقى؟ ان هم اتخانقوا، فالموضوع عادي شده مع صحابه على القهوه. شده مع صحابه. تحب تحكي تفاصيل خناقه ولا فاكس؟ هي لا الشده لا مش لا الخناقه. شده. فالمهم المعلم ده كلمني قال لي حصل كذا 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 وبتاع، قلت له يا عم الموضوع تافه وهتعدي وكده، فقلت اكلم اصلح بينهم. فرحت طبعا اكلم مني لقيته عمل لي بلوك. بس المهم يعني ازاي بقى عمل لي بلوك؟ بقول له يا ابني ايه اللي حصل بينكم وبتاع، عايز اسمع منك. قال لي ما هو حكى لك زي ما انا حكى لك. قلت له يا اسطى طب يعني انا جاي اسمع منك والله ما قلتلكش حاجه. لا انت عايزني اقول لك حاجه عشان تروح تنقلها له. قلت له يا اسطى طب ليه؟ ما انتوا متخانقين اصلا يعني. انا لو انا راجل وسخ يعني بس محرج، لو انا راجل وحش انت مالك انت يا عم؟ كل ما تزيد تقول لي انت مالك. انت هتنقل الكلام بتاع. طب ما انتوا متخانقين يعني، انا هنقل الكلام ليه طالما انتوا يعني عايز اوقع بينكم مثلا؟ فليه يعني؟ انا مش فاهم يعني ايه الكلام والله. لا بجد ده سؤال. طب احكي انت بقى موقف الاستوري خلاص. قال لي مين ينزل ستوري؟ طبعا ده يوم العيد، انت كده بقى العيد عيدين. على فكره انا ما ادانيش بلوك، هي صورته بس كانت شلت بيدوج فاهم. ايوه فهو بيلقح على 3 كان حديث بيلقح فيه على 3 فانتوا فاثنين فانا عرفت انتوا الاثنين عشان اقعد نستعمل الثلاثه. كان بيقول ايه؟ اتقي شر الكريم. لا الكريم واللئيم ايه اللئيم اعمل والفسيخ. سيرش يا ابني. اللي انا اللي عامل كل حاجه. الحليم بيصغروا. لا ده حاجه ده على الماشي يعني كده. معلومه. معلومه ان الحليم لو غضب خلي بالك. شفت الحكمه بتاعت الراجل كان بولندي تقريبا، عارفها؟ كان بيقول لك شوف حد. والله العظيم انا اصلا هتلاقي بنت في المايك. مين ده يوسف منديل. مين انهي واحد؟ اللي في النص؟ يوسف منديل. والله انا اشتريتهم من عمنا قوي. مين مش عمنا؟ فاكر اسمه ايه. مش فاكر. اسمه ده شاوت لابو سبعه. كان اسمه حاجه، كان مخرج، انا مش فاكر اسمه بجد. عارفه والله انا مجاهل، انا عارف اسمه بس انا مسقطه بس دلوقتي. بس لسه شي جي بي. كان مقوله تقريبا بيقول لك ابتعد عن الفقيه والفسيخ. على فكره هي السكرينه موجوده على الموبايل هنا. انهي موبايل؟ اللي طب انت بس استنى. انت يا ابني. ايه رايك في البنطلون الميلتون؟ هو ليه يا جدعان ده غريبه. البنطلون الميلتون هذا حوار كان داير ما بيني انا امجد النني كريم طارق. عادي نقول صاحبنا. كريم طارق صاحبنا، ما تعملش محضر بقى دي. كان في خلاف قوي وناري احنا في ثانوي ما بين كريم طارق والنني. انت اللي بتطير وحاجات. كريم طارق ما كانش بيعرف، كانش في حاجه اسمها انستجرام وقتها. كريم طارق ما كانش عارف يتنفس على السوشيال ميديا. نني كان بيطير له اي اكونت، كان عمل اكونت اسمه كريم محمد طارق باسمه بالعربي، طير له اكونت كان اسمه كريم طارق، طير له اكونت كان اسمه هو متزخرف. كل الحوار ده كان ليه؟ عشان مش فاكر بجد البدايه. انا مش فاكر. تلاقي مثلا النني يعني تلاقي خد هوز من النني مثلا ما استاذنوش. انت عارف هو بيتجنن عليه. جه مره واحده النني قال لك الرابرز في امريكا ما بيحبوا يتخانقوا ويعملوا نمره على حد، بيروح تحت بيته يسقط بنطلون منه. ده بجد والله هو كان العظيم. قايل لنا كده بجد. قلنا له طب عايز تعمل يعني ايه المعلومه المفيده دي؟ ايه المفيد في المعلومه؟ قال انا عايز اروح تحت بيت كريم طارق واسقط بنطلوني، البس بنطلون واسقطه. وصورها فيديو بقى. انا ممكن خلاص احط كده. لا هي دي محضر دي فيها هو ممكن احط لا البنطلون وشو بس. ياباني هحط لكم الفيديو والغوي. مره احنا بناكل ايس كريم كلنا، احنا كنا يا ابني حوار مش عايز اجيب اكتر. ما هنجيب ده واحد. ماشي خلاص بقى. احنا قاعدين كلنا بناكل ايس كريم، ودي عاده كنا بنعملها ان احنا كلنا بنجيب ايس كريم ونقعد ناكل مع بعض. ده بالنسبه لنا عيش وايس كريم. بص شخره بقى، وانت اول ما سمعت والله انا بهزر معاهم. طلعت له 7 في الايس كريم، قال له عملت كده تاني انا هحدفه عليك.
قلت له ماشي، انت هتضيف اعمال، انا ما حدش يقول لي ما تعملش دي تاني، انا اكيد هعملها يعني. لو انا نطيت من احنا كنا برضه صغيرين زمان فكنا العناد يعني ما بص ما حدش يعني بحاول ما انت أجمل بتعاند لك دلوقتي الموقف. برضه. مسك الايس كريم وحدفه عليا بس نزل زي ما هو يعني. كنت انا جاي له يا ابني، انت جاي واخد الايس كريم بايدي وهو طالع بيجري، وانا قمت جاي احسن حدفه انا حدفتها في تاريخي كله، ونطيت وانا بحدفها. مش عارف مين بيحدف حاجات في الرياضات. يرموا حاجه زي انا مايكل فيليبس. الفكره بقى عايز ابوظ اللي انت قلته. الفكره بقى ان هو نط، هو لما نط حرفيا رشقت في دماغه يعني، هو مش نط مش هتيجي فيه اصلا. هتبقى احسن يعني. جالنا بقى وهو لف وجالنا بقى 5 تسلم خلاص خسر. عارف انت مش عارف كان مش هينفع اقولها، كنت اقول لك مش هضرب على فكره ده نفس يوم الميلتون باين. بعدها بسنه يا ابني ولا بعدها بسنه واحده. لا لا احكي انت بقى حوار الشواذ يا اسطى. ايه ازاي يعني يا ابني؟ احكي. انت حصل معاك إيه؟ عايز تتكلم عن النني تاني هيبقى في حلقه تانية اسمها النني، لان الراجل ده انا اكتشفت له مليون موقف في دماغي دلوقتي. لو هو مش عايز الحلقه دي تنزل ينزل طب ما شوفوا ايه رايك في محمد درويش؟ لو قالوا لي اختار اخوك ولا امك ولا النني، الراجل اللي وداني المصيف، اختار امي يعني. ايه ده اللي انا قلته؟ بعدها اختار اخويا بقى، بعدها اختار النني، بعدها اختار الراجل اللي وداني المصيف، بعدين اختار بقى اللي انا جبته الرابع كريم اخويا. احطه فوق. حطيته في القايمه ازاي اصلا؟ ما ينفعش حتى في القايمه مع الناس دي. شوف لحق نفسه. ايوه هم اجمد بكتير. انت فاكر تفكرنا؟ انا مش من الناس المياله اللي هي تتفرج على بنات كتير او بنات لا بنات بتعمل فيديوهات لا والله العظيم مش من الناس المياله اللي هي بتحب تتفرج على فيديوهات بنات على التيك توك او الكلام ده كله. بس في بنات هات موبايلك. بس هات موبايلك. لا هات موبايلك يا كداب. خد يا عم موبايل. نبدا. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ مين دي؟ زو عبد الله في البنات. ايه ده يا اسطى؟ ايه يا عم انت؟ ايه يا عم بتعمل ايه يا عم انت؟ يا عم نشوف حد. بس يا جماعه دي كانت الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون اتبسطت، اتمنى اكون غيرت حاجه فيك ولو 1%، اتمنى تكون ضحكت من قلبك. ما زي اصحاب يعني عايزك تضحك بجد، عايزك تتبسط بجد، عايزك تبقى في حاجه يعني. يا عم ماشي الدنيا كله يعني. اتفرج وانت بتاكل، فاهم؟ اتفرج وانت بتاكل، عايزك تبقى مبسوط. يا عم عملت يعني ضحكتك، اتمنى اكون ضحكت حتى لو بالغلط، حتى لو بقصدي. انا اتمنى تكون انا قصرت معاك في حياتك. دي اول حلقه من اللي انا هقدمه. شوفوا اكتبوا لي في الكومنتات ده لو في ناس يعني هتكتب في الكومنتات. اتخانقت مع ممثله قبل كده كنت بكراش عليها. اتخانقت مع مدير اعمال توليت. اتخانقت مع مدير اعمال ليجاسي اللي هو نفس الشخص يعني. قابلت مروان موسى قلت له انا جاي له من طنطا. حصل حاجات كتير قوي في حياتي، فباذن الله كل ده في الحلقات الجايه، كل ده في الحاجات الجايه. انا بجرب، لو المحتوى ده ظبط ممكن نكمل فيه، لو ما ظبطش هعمل كل حاجه. انا هفضلكم. هو انا همنتج للناس ببلاش؟ انا عايز امنتج لنفسي ببلاش، عايز اعمل لنفسي الحاجات اللي